أيام ثلاثة من تحريك الدمى ونثر البهجة بين الحاضرين في الهواء الطلق. اختتم مهرجان فنون العرائس عبر شواطئ روسبينا المنستير، وقد راهن هذا العام على التوعية بمشاكل البيئة والمحيط البحري في ظل تغيرات مناخية وواقع بيئي ذي مشكلات. أسماء البراق واكبت الاختتام والتفاصيل في النقل الموالي. كرنفال للدمى العملاقة جاب كورنيش النخيل بالمنستير معلنا افتتاح تظاهرات فنون العرائس على شاطئ روسبينا في دورتها الأولى، والتي ينظمها المركب الثقافي بالجهة بالتعاون مع المركز الوطني لفن العرائس. مهرجان فنون العرائس على شاطئ روسبينا في دورته الأولى بالشراكة مع المركز الوطني لفن العرائس. هو تظاهرة ثقافية بيئية تهدف توعية الأطفال، معناها حماية السلحفاة البحرية، خاطر الورشات هي تضم معناها ورشة السلحفاة البحرية، ورشة تحريك العرائس، التوعية معناها بالفن العرائس، معناها برشا عباد ما يعرفوش فن العرائس الصغيرات لهنا. تمتد التظاهرة على مدى 3 أيام ليكون لمرتدي شاطئ النخيل موعدا مع العروض الفرجوية والمسرحية وورشات لصناعة الدمى لاقت إقبالا من قبل الأطفال الذين احتفوا بالسلحفاة البحرية. العرائس هذا ياخذ خاصية من ولاية المنستير، ينتقل للشواطئ، يعالج في الورشة الأولى الصباحية يعالج قضية السلحفاة البحرية وكيفية حمايتها وتحسيس الأطفال متاعنا بضرورة المحافظة على الكائن هذا. الصباح جبنا الصغيرات باش نعوموهم، لقينا أجواء مزيانة برشا وحاجة معناها الصغار تبعد بها على عالم الانترنت والفيسبوك ونشاط فكري وحنا حاجه مزيانه الحقيقه. احلى واحد يجي يعوم يلقى العرايس والتنشيط موجود. عجبوك الدمى؟ مزيانين ومزيانين برشا، واللي صنعهم يعطيه الصحه. والله باهي، عجبوني الحركات نتاعهم كيفاش يحركوا فيهم، وعجبوني السلحفاة والسنجاب والكلب. فنون العرائس خرجت بالفعل الثقافي من الفضاءات المغلقة لتلبس حلة صيفية وتتماهى مع أجواء البحر والاحتفالات، وتكون امتدادا لتظاهرات ثقافية أخرى.